Hey yo bro, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا انيميشن اسطوري زي اللي انا بعمله ببرنامج بريزما 3 دي. طبعا بسجل بالتليفون بقى. حضرتنا بقى قبل ما ندخل البرنامج اساسا احب اعلمكم حبة حاجات كده عليه. الحاجات دي انك ازاي تحط موديلات والعالم والاضاءة الضلة اللي انا بعملها، ده كله من غير مونتاج، ده كله ببرنامج بريزما 3 دي بس. هندخل ننزل زد ارشيفر، ندخل على اندرويد، بعدها داتا، بعدها ننزل وننزل 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 لحد ما الاقي بريزما 3 دي. اوكي، لقيت بريزما 3، ادخل عليه فايل، بعدها بريزن. ايه ده، احنا نسينا حاجه. هحط لكم رابط الموديلات كلها في الوصف. بعد ما تنزلوا كلكم الموديلات بقى، او اول طريق مثبت هتنزلوها اسمها بريزت. انا اللي عامله مش عارفه ازاي اسمه بريزت دوت زد اي دي. حضرتك بقى هتاخده كده نسخ، بعدها هتروح على اندرويد وداتا، وهتنزل لحد ما تلاقي البرنامج بريزما 3 دي ليجوسي. بعدها فايلز بريزت نفس الاسم، هتدخل انت بقى عليه وتروح انت جاي دايس على العلامة دي، هتلاقيه تحت اهو. تدخل انت بقى تدوس مشهد وتدوس على بريزت، بعدها هتروح انت جاي اعمل كده اهو تحديد الكل، وتاخد ده كله بقى نسخ تطلعه بره. بس انا بقى عشان اعمل ده كله ملاحظة كده، عشان ما بحبش بريزما 3 دي العادي، فانا بحب بريزما 3 دي ليجوسي علشان احلى، مفيهوش لاج، وبالذات التحديث اللي في 2022 ده تحديث. هتدوس على علامة الزائد اللي تحت، وبعدها مش هقولك بقى تروح انت بقى دايس على المربع وتدوس بلين وتكبر وتصغر ومش عارف ايه. لا 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 لا، ده كله محطوط في بتاعة كده اسمها اوفر وورلد. ها اهي، هتلاقيها موجودة عندك اهي. هتدوس عليها دوسة واحدة، وهتلاقي كده اهو، هتلاقي سكني انا واخويا. وبعدها هتدوس كده هو لو انت مش عايز سكناتي او هتعمل لي انيميشن، مش مش لازم. هتدوس انت بقى على اي شخصية، كده هون في عندك اكتر من 10 موديلات ولا 20. حضرتك انت بقى تدوس على الموديل اللي انت عايزه. بص هتلاقي عندك الميل والفيميل، انا بحب الموديل بتاع بي زد ده، بس مش هشرح لكم عليها دلوقتي عشان معقد اوي. هنشرح النهاردة على كلاسيك. فين كلاسيك؟ كلاسيك اهو. هشرح لكم على كلاسيك، اللي بالمناسبة الياس اللي انا هحط لكم قناته في الوصف، اشتركوا عنده، ادعموا. وهنحط دي لحظة، وهبقى نشيل. حضرتنا هندوس على النقطة دي مرتين وندوس ديلي، وبعدها هندوس على النقطة اللي هناك دي ونوديها بقى ونظبط احنا بقى الدراعات بالشعر اهي. وبعدها تدوس على اللمبة دي لو انت عايز تظبط الإضاءة، يعني لا دي مش هتأثر في مونتاج الفيديو اهو. بص الإضاءة هناك اهي، شكلها حلو. وحضرتك بقى عايز تحط السكن تدوس على الراس، وبعدها تدوس على علامة زائد. عندك سكنات اهي جاهزة، بس دي سكناتي برضه انا واخويا. هتدوس انت بقى على علامة الزائد وتدوس على الألبوم. حضرتك انت بقى انا سايب لك برضو ملف مع ملف الموديلات اسمه سكنز فور انيميشن. حضرته بقى فيه حاجات كتير، مشاهير باشكال وانواع واحجام وكرويين وحبة موبات بسيطة وصور عشوائية كده مش عارفة حطيتها ليه. انا اختار عمر فايز، يا رب يرد في القناة. وبقى يا لهوي، تصدق ان انا نسيت ان سكن عمر فايز سليم مش وايد. عادي عادي عادي.
عندك انت بقى تشوف سكنك قبل ما تحط السكنات علشان ما تعملش الغباء اللي انا عملته دلوقتي ده، اللي هو ان انا حطيت السكنات قبل ما انا اتاكد. هتروح انت بقى النقطة اللي انت عايز تبدأ فيها الانيميشن، وتدوس على علامة الساعة اللي في الزاوية دي. بعدها تحاول انك تكبر بقى اللي هو يعني تحطها، اللي هو تمشي يعني الحاجة. وبعدها تروح انت بقى مشغل وتعرف انت بقى الحتة اللي انت عايز تحط فيها اللي بتاع. يعني بص اهو، بص الضلة فين اهي، بص اهو. اول ما انت تيجي تشغل كده الانيميشن اهو، شايف الفراغ ده؟ ادون بقى عشان كده بقولك روح شوف سكنك وايد ولا سليم. سليم يعني دراعته صغيرة، وايد يعني دراعته كبيرة. اهو بص الفراغ فين اهو، ده كله عشان بدلت اللي اسمه ايه ده، الموديلات والسكنات. فانت حضرتك شوف انت بقى سكنك وايد ولا سليم او سلايد ايا كان. وبعدها تعمل برضو نفس الكلام في الحتة اللي انت اللي انت عايز تحركه، حركه يا باشا. بس اهم حاجة علامة الساعة في اول الحركة. في اول الحركة لازم تحط علامة الساعة من غير ما تحرك اي حاجة. وبعدها تروح انت جاي بقى محرك بقى ومعلومة اضافية، ال30 دي يعني معناها ثانية واحدة، 30 فريم في الثانية. وانت بقى انا قلت لك حرك اي حركة انت عايزها صح؟ يعني بص اهم حاجة ان انت تعرفها، ان انت اول حركة انت عايزها تحط كي فريم من غير ما تحرك اي حاجة، اللي هي علامة الساعة دي. وبعدها تمشي انت بقى لحد اللي انت عايزه، وبعدها تدوس علامة الساعة تاني وتحرك. بتدوس على رندر لو انت عايز تصدر الفيديو. غير انت بقى القياسات بس، سيب اللي بتاع دي. غير انت بقى القياسات بس، اهم حاجة تشيل اللي بتاع دي. وبعدها كده هتدوس رندر. بص الفيديو رندر معاك اهو. ان شاء الله بقى الفترات الجاية بقى هعمل لكم سلسلة طويلة كده تشرح فيها الاضاءات والكاميرا والحاجات بقى، وازاي تعمل بقى حاجات اضافية.